سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي موعد نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، استهلها بأبرز العناوين. جهود لتوسيع الزراعة الموسمية والمروية في مشروع قرصة الزراعي. تذكير باستعمال الأدوية حسب الوصف الطبي لها. تقييم نتائج امتحانات الصف الثامن الوطنية في الإقليم الجنوبي. مقتل 80 من رجال العصابات في اشتباكات مع الجيش في نيجيريا. صادرات الهند إلى الصين تقفز لأعلى مستوى مع استئناف الرحلات الجوية. مقتل 5 جنود باكستانيين وعشرات المسلحين في هجمات مع أفغانستان. السلام عليكم ورحمة الله. يعمل مشروع قرصة الزراعي على توسيع نوع وحجم المزارع الموسمية والمروية لزيادة إمدادات المنتجات بحسب ما ذكره المدير التنفيذي للمشروع السيد أمينة تصفى ميكائيل. وأوضح أن مشروع قرصة الزراعي يعمل على تلبية الطلب المحلي من خلال المشاركة في الزراعة المطرية وتنمية الخضروات والفواكه وتربية الماشية، بذكر أن مساحة الزراعة الموسمية زادت وتطورت زراعة الخضروات والفواكه بشكل عام والمانجو والبرتقال بشكل خاص، كما حرزت عملية تربية الثروة الحيوانية تقدما جيدا وأن جميعها في حالة جيدة. وأخيرا حث السيد أمينة شركة بدهو على تسريع العمل الذي تقوم به لزيادة سعة سد قرصة، حيث يتزايد الطلب على المياه مع زيادة عدد الأشجار المثمرة وتوسع الزراعة المروية، مسلطا الأضواء على مشكلة الكهرباء التي يعاني منها المشروع. وأضاف خبير تنمية البذور السيد محاري هيلي أن هناك جهودا قوية تبذل لتعزيز دور المهنيين الشباب في مشروع قرصة الزراعي، مؤكدا أنه تم اكتساب خبرات لا يستهان بها في الأعوام القليلة الماضية مهنيا وزراعيا. دعت مسؤولة مكتب الزراعة بمديرية تسنية السيدة لملم زراهي المزارعين لإدخال الزراعة المزدوجة لرفع إنتاجيتهم الزراعية. جهزها في حديثها بمناسبة يوم المزارع بحضور مدراء الضواحي والخبراء الزراعيون وممثلي المزارعين في 23 من أكتوبر، وأفادت أن هدف إدخال أسلوب الزراعة المزدوجة هو زيادة الإنتاج الزراعي من خلال الحفاظ على المياه والتربة. وقالت إنهم لاحظوا في التجارب التي أجريت عددا أقل من الأعشاب الضارة بالرغم من الهطول الجيد للأمطار، وإن الفوائد كانت واضحة. وشرح الخبراء الزراعيون الذين أجروا التجارب أن الزراعة المزدوجة هي عملية استغلال إدارة الأراضي بشكل صحيح دون إزالة المنتجات الزراعية من الحقول واتباع البذور في خط مستقيم، مما يساهم بشكل كبير في نمو الإنتاجية والدخل واستثمار موارد المياه والوقت. وحث مسؤول وحدة البذور في الإقليم السيد نقاسي ميكائيل بدوره المزارعين للعمل بشكل أكثر جدية لإدخال الزراعة المزدوجة، لأن فصل الخريف قصير وغير منتظم في القاشبركة. وأشاد مدير عام قسم الزراعة والأراضي بالقاشبركة السيد أبو بكر عثمان بجهود المزارعين والخبراء المختصين لدراسة الأساليب الزراعية الحديثة والمنتجة نظرا إلى طبيعة الإقليم الجغرافية والمناخية، مذكرا بأن البرنامج يتناسب مع قدرات المزارعين وطبيعة المناخ. وأضاف مدير مديرية تسنية السيد سيوم قبر سلاسي أن الزراعة المزدوجة فعالة وأن إدارة المديرية ستعمل عليها بجدية. من جانبهم قال المزارعون إنهم وجدوا البرنامج مهما لتصحيح مفاهيمهم الخاطئة، وأكدوا أنهم سيعملون عليه على نطاق أوسع. تنظم جمعية الصيدلانيين الإريترية حملات توعية واسعة النطاق بدءا من 27 من أكتوبر وحتى 2 من نوفمبر بمناسبة أسبوع الدواء لعام 2025 تحت شعار تذكر أخصائي الأدوية عند التفكير عن صحتك. وأوضح نائب رئيس الجمعية سيد أماني الأرون لوكالة الأنباء الإريترية أن حملات التوعية ستنقل عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد سيمينارات ومحاضرات ذات صلة بالوعي العام حول الاستخدام السليم للأدوية.
وذكر إن حملات هذا العام تختلف عن سابقاتها كونها تشمل سيمينارات تركز على الاستعمال السليم للأدوية عند الحمل وتأثير الأمراض المزمنة للموظفين والعمال ودور الشباب في عملية ضمان الاستعمال السليم للأدوية، بالإضافة إلى الآثار الجانبية للأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة المكتسبة. وتهدف فعالية الأسبوع إلى رفع الوعي العام بخصوص الاستعمال الآمن والسليم للأدوية التي توصف طبيا ومحاربة العلاجات البلدية والمحافظة على الأدوية وتخزينها والتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وتفاصيل استعمال مستحضرات التجميل وأخرى ذات أهمية مماثلة. وحث السيد أمانييل في الختام المواطنين للمشاركة بوعي في التعامل مع الأدوية واستعمالها للأغراض التي وصفت لها. وتهدف الجمعية التي تأسست في شهر أغسطس من عام 1992 وتضم حوالي 400 عضو حاليا، تهدف لتطوير قطاع الأدوية في البلاد ورفع مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وترسيخ الاستعمال الآمن للأدوية وتقديم الإرشادات الخاصة بالأدوية ورفع كفاءة وقدرات الأعضاء والمهنيين، بالإضافة إلى العمل على خلق علاقات مهنية بمؤسسات إقليمية ودولية لتبادل الخبرات وتطوير مجال الأدوية في إريتريا. عقد فرع التعليم بالإقليم الجنوبي اجتماعا تقييميا يومي 24 و25 من أكتوبر في مندفرة لتقييم نتائج الامتحانات للصف الثامن الوطني للعام الدراسي 2024-2025. وحث مسؤول الفرع الأستاذ هبتز كيداني المدارس التي نجح من طلابها ما يقل عن 50%، مذكرا بأن نسبة النجاح التي سجلت على مستوى الإقليم البالغة 72.4% كانت مبشرة، لكنها تتطلب المزيد من العمل للمحافظة على النسبة والارتقاء أكثر في الأعوام المقبلة. واستعرض المشرف على امتحانات الصف الثامن الوطنية في الفرع الأستاذ أسمروم ساسينوس استعرض بدوره بأنه شارك طلاب من 142 مدرسة على مستوى الإقليم، وإن نسبة النجاح الطالبات كانت مبشرة، بالإضافة إلى تأهل 1203 من الطلاب متفوقا بالحصول على جائزة اندماسو الإقليمية. وأضاف مسؤول وحدة امتحانات الصف الثامن الوطني بوزارة التعليم الأستاذ هبت أسفها في التقرير الذي قدمه إن نسبة النجاح في امتحانات العام الدراسي 2024-2025 سجلت ارتفاعا بنسبة 18.8%، بالإضافة إلى أن الطلاب الذين انتقلوا من رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية يقدمون أداء مبشرا. وذكر مدير عام قسم الخدمات الاجتماعية بالإقليم الجنوبي الأستاذ قلاء تسفى سلاسي في الختام المدارس لبذل جهود مستمرة لرفع الأداء الأكاديمي للطلاب، مشيرا إلى أن ارتفاع النتائج يذكر بضرورة المزيد من العمل من أجل تحصيل أفضل. أعلنت 19 إدارة ضاحية تابعة لمديرية ملقي خلوها من الممارسات الضارة في المراسم التي أجريت في المديرية يوم 25 من أكتوبر الجاري. وحضر الحفل وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة الأول قبرآب وحاكم إقليم الكاشبرك السفير محمود علي حروي وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السفير محمود علي جبرة. وفاد مدير مديرية ملقي السيد زرعي برهه في كلمته أنه تم تشكيل فريق عمل لرفع الوعي العام بشأن ممارسة العادات الضارة، وإن المسوحات التي أجرت في 61 قرية أشارت إلى خلوها من تلك الممارسات بالكامل. وأوضح المسؤول المكلف لفرع العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم السيد إسفاق جبريل قبر سلاسي بدوره بأنه تم العمل للقضاء على الممارسات الضارة منذ عام 2007، مضيفا أنه تم تشكيل لجان للقضاء على ختان الإناث على المستوى الإقليمي تحت رعاية وزارات الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية. وأكد المشاركون مشاركتهم الوعي لمنع إعادة ممارسة هذه العادات الضارة بصحة المرأة بفهم المشاكل النفسية والجسدية الناجمة عن ختان الإناث. وفي الختام تم توزيع شهادات التقدير على إدارات الضواحي 19 التي أعلنت نفسها خالية من ختان الإناث وزواج القاصرات. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية.
قتل 80 شخصا ينتمون لعصابة إجرامية في اشتباكات مع الجيش النيجيري في شمال غربي البلاد، وفق ما أفاد تقرير أمني للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية. ومنذ سنوات يقوم رجال عصابات مدججون بالسلاح ويعرفون باسم قطاع الطرق بترويع القرى والبلدات في شمال غربي ووسط نيجيريا عبر شن هجمات بهدف سرقة الماشية والخطف مقابل فدية. وفي أحدث هجوم اشتبك جنود نيجيريون مع مجموعة كبيرة منهم في منطقة ناغاسكي بولاية كيبي، ما أسفر عن مقتل 80 من قطاع الطرق وفقا للتقرير الأممي. وأكد الجيش النيجيري في بيان أن قواته أحبطت عملية لقطاع الطرق كانوا يحاولون شن هجمات منسقة على 5 مجتمعات محلية، وحصل تبادل لإطلاق النار استمر ل3 ساعات. استأنفت الهند والصين الرحلات الجوية المباشرة بينهما بعد تعليق دام 5 سنوات، في خطوة تحمل رمزية كبيرة لعودة بناء العلاقات بحذر بين البلدين الآسيويين الأكثر سكانا. تأتي هذه الخطوة في وقت يظهر فيه التبادل التجاري بينهما نموا متسارعا رغم العجز التجاري الكبير لصالح بكين. وتظهر أحدث بيانات وزارة التجارة في نيودلهي أن الهند لا تزال تسجل عجزا تجاريا كبيرا تجاه بكين، حيث تعتمد بشكل كبير على المواد الخام الصينية لدعم نموها الصناعي وصادراتها. وبلغت قيمة الواردات الهندية من الصين أكثر من 11 مليار دولار الشهر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تزيد عن 16% مقارنة بشهر سبتمبر 2024. في المقابل بلغت الصادرات الهندية إلى الصين 1.47 مليار دولار، مسجلة نموا سنويا قويا بنسبة 34%. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 5 من جنوده و25 مسلحا في اشتباكات قرب الحدود مع أفغانستان، في الوقت الذي يجتمع فيه وفدان من البلدين في محاولة لنزع فتيل التوتر بعد أعنف قتال منذ سنوات. وقال المكتب الإعلامي للجيش الباكستاني أن المسلحين حاولوا العبور من أفغانستان في منطقتي كرم ووزيرستان الشمالية، وهما منطقتان وعرتان على الحدود الشمالية الغربية لباكستان. وأضاف أن توقيت محاولات التسلل هذه يثير الشكوك حول نوايا الحكومة الأفغانية المؤقتة فيما يتعلق بالتعامل مع التهديدات المنطلقة من أراضيها. وأشار الجيش إلى اتفاق الدوحة داعيا الحكومة الأفغانية إلى الوفاء بالتزاماتها ومنع استخدام أراضيها في أعمال عدائية ضد باكستان. وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إن الهدنة صامدة وإنه يعتقد أن أفغانستان تريد السلام، لكنه حذر من أن عدم التوصل إلى اتفاق في اسطنبول سيعني حربا مفتوحة. اعتبرت فنزويلا في بيان أن وصول السفينة الحربية الأمريكية USS جرايفلي إلى ترينداد وتوباغو والتدريبات العسكرية المقررة في الأرخبيل الكاريبي استفزازا، وأعلنت توقيف مرتزقة تقول إنهم مرتبطون بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA. وأصدرت الحكومة بيانا جاء فيه تستنكر فنزويلا استفزازا عسكريا قامت به ترينداد وتوباغو بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لإثارة حرب في منطقة الكاريبي، مشيرة إلى أنها أسرت مجموعة من المرتزقة يعملون لصالح وكالة CIA. وأعلن وصول السفينة الحربية USS جرايفلي مع وحدة من المنشآت البحرية لإجراء تدريبات مع جيش ترينداد وتوباغو. ويأتي ذلك مع نشر الولايات المتحدة 7 سفن حربية في منطقة الكاريبي وواحدة في خليج المكسيك في إطار عملية لمكافحة تهريب المخدرات، إضافة إلى إعلان ترامب تفويض وكالة الاستخبارات المركزية CIA تنفيذ عمليات سرية على الأراضي الفنزويلية. ختاما سادتي لنشرة الأخبار إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. جهود لتوسيع الزراعة الموسمية والمروية في مشروع قرصة الزراعي. تذكير باستعمال الأدوية حسب الوصف الطبي لها.
تقييم امتحانات أو نتائج امتحانات الصف الثامن الوطنية في الإقليم الجنوبي. مقتل 80 من رجال العصابات في اشتباكات مع الجيش في نيجيريا. صادرات الهند إلى الصين تقفز لأعلى مستوى مع استئناف الرحلات الجوية. مقتل 5 جنود باكستانيين وعشرات المسلحين في هجمات مع أفغانستان. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.